السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن
ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. يا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويجافي نقمه، واشهد ان لا اله الا الله شهاده عبدي يدخرها عندك ليوم تشخص فيه الابصار، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم من مخالفة أمره بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله أفني بها عمري. أما بعد أيها الإخوة في الله، أيها الموحدون، يا أمة لا إله إلا الله، الله سبحانه وتعالى قد أعز الإنسان منا، فأكرم الإنسان منا بخلقه وبخلقه. فالإنسان قد خلق على أجمل وأبهى صورة، والله سبحانه وتعالى قد وهب الإنسان منا أيضا أخلاقا حسنة. إن اتسم الإنسان منا وتحلى بهذه الأخلاق علت مرتبته وارتفعت منزلته، حتى أنه يباهي به الله سبحانه وتعالى غيره من الخلائق. والله سبحانه وتعالى قد أكرم هذه الأمة، أكرم أمة لا إله إلا الله، فجعلها خير الأمم على الإطلاق. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولكن الله سبحانه وتعالى قد جعل هناك أسبابا كثيرة. هذه الأسباب ربما إن اتبعتها الأمة ارتقت وارتفعت، ومن أهمها على الإطلاق هو الالتزام بما أمر به الله سبحانه وتعالى، الالتزام بإعلان لا إله إلا الله. نحن أيها الإخوة بمجملنا، الله سبحانه وتعالى عندما خلق البشرية بمجملها والإنسان على وجه التحديد جعل وجودك أيها الإنسان لغاية نبيلة وهدف سامي. هذا الهدف هو إعلاء لا إله إلا الله. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. نعم، أنت خليفة الله في الأرض، أنت من سيطبق شرع الله، أنت الذي ستكون، هذه الأمة ستكون شاهدة على غيرها، ويكون الرسول علينا شهيدا، بما أكرمنا الله سبحانه وتعالى به أن جعلنا أمة لا إله إلا الله. لكن هذه الأمة إن مرت في أحدى مراحلها مرت بحالة من الضعف، مرت بحالة من الضعف والهوان، فهذا ما هو إلا بسبب ما يقوم به أو ما نقع به من المعاصي. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. الله سبحانه وتعالى لابد أن يعيد لهذه الأمة أمرها حتى وإن ضعفت. وتاريخنا مليء بالمراحل التي ضعفت فيها الدولة أو الأمة الإسلامية، لكن هذه الأمة سرعان ما لتعود إلى سابق عهدها، وما نمر به اليوم من حالة الضعف التي ترونها
وتعيشها ونعيشها بمجملنا. لا بد لنا أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى. أسباب قوتنا بلا إله إلا الله، أسباب انتصارنا بلا إله إلا الله. لا يمكن لهذه الأمة أن تعود إلى ما كانت عليه إلا إن رفعت راية لا إله إلا الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. شر لا بد له أن يتم حتى ترتقي هذه الأمة وتعود إلى ما كانت. وإلى كل المتفاعلين هنا أقول: الذين يظنون بأن هذه الأمة قد ضعفت وربما لن تقوم مرة أخرى، فنقول لها لا. ولنا في تاريخنا الإسلامي لنا القصص الكثيرة والعبر الكثيرة. صلاح الدين الأيوبي مر رحمه الله بمراحل أسوأ من المراحل التي نمر بها اليوم، ولكنه عقد العزم على أن نعيد لهذه الأمة شأنها، وأن نعيد لهذه الأمة رفعتها وسموها، فلا يكون ذلك إلا بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى عندما بين لنا بأن هذه الأرض لا يرثها إلا عباده الصالحون، وإن طال زمن وظلام والظلم إن طال، وزمن الظلم إن طال، فهو في عمر الأمم قصير. لذلك الذين يظنون بأن هذه الأمة اليوم هي ضعيفة، نقول لا، هذه الأمة أمة قوية، هذه الأمة أمة قوية. سبب قوتنا هو لا إله إلا الله، وسبب نصرنا هو لا إله إلا الله. لذلك المسجد الأقصى اليوم والقدس التي تئن تحت الاحتلال وتحت الظلم والاضطهاد الذي يسببه اليهود الغاصبين أبناء القردة والخنازير عليهم لعنة الله، إنما يحتاج الأمر منا إلى أن نعيد حساباتنا مع الله سبحانه وتعالى، أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نعم، هذا وعد إلهي. فبيت المقدس هي للمسلمين، وبيت المقدس والمسجد الأقصى لا بد أن يرفع به لا إله إلا الله من غير أن يتعرض لأي نوع من أنواع الإله مهما كان. لذلك النصر قادم، ولكننا اليوم نحتاج إلى أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى. هذه واحدة. والثانية إخوانكم المستضعفين في فلسطين وفي غيرها يحتاجون إلى دعائكم، يحتاجون إلى وقفة صادقة ندعو بها ما بيننا وما بين الله في الأوقات الفاضلة، أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن نعيد لهذه الأمة، أن نعيد لها هيبتها، وأن نعيد لها قوتها، وأن نستمسك بالعروة الوثقى التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستمسك بها. فإن فعلنا فاعلموا بأن النصر قادم، وهو قادم لا محالة مهما طال الليل. لا بد لهذا الليل أن ينجلي، ولا بد للشمس أن تشرق كما أشرقت في السابق. النبي صلى الله عليه وسلم، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لكل أنواع الإيذاء والاضطهاد، ولكن ثقته بالله سبحانه وتعالى كانت عالية، فكان النصر هو حليف المؤمن الذي يعلم بأن النصر لا يكون إلا من عند الله. النصر سبحانه وتعالى يهبه لعباده الصالحين، لكن هناك مراحل تمتحن فيها الأمة ويمتحن فيها الإنسان منا، فلا بد لنا أن نصبر، ولا بد لنا أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة، جددوا العهد مع الله سبحانه وتعالى، عودوا إلى الله سبحانه وتعالى. ما يصيبنا اليوم هو بسبب ما نقع فيه من الأخطاء وما نقع فيه من المعاصي، فبعدنا عن الله سبحانه وتعالى يجعلنا في هذه الحالة. فإن عدنا عادت الأمة وعدنا إلى ما كنا عليه. هذا هو حالنا أيها الأحبة، وهذا هو حال الأمة. هذه الأمة أمة حية لا يمكن لها أن تموت. الأمم التي تموت هي التي لا تملك مثل هذه العقيدة. فبذور قوتنا موجود، لكن
يحتاج منا إلى العناية به، وهو إعلاء لا إله إلا الله. إعلاء لا إله إلا الله. ولنعلم، يعلم المسلم منا بأن كل واحد منا على ثغرة من ثغر الإسلام، فليتق الله أن يؤتى الإسلام من قبله. لذلك أنت كما ورد في الحديث أنت راع، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع. لذلك التقصير ليس في اتجاه معين، وإنما كلنا قد وقعنا في التقصير إلا من رحم ربي. نحتاج إلى العودة، نحتاج إلى التوبة، نحتاج إلى أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا بأنه يغفر الذنب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله سبحانه وتعالى سيعيد لهذه الأمة هيبتها إن عدنا إلى الله سبحانه وتعالى وإن أحسننا الظن بالله سبحانه وتعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وبسنة نبيه الكريم، ونفعنا بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. يا فوز المستغفرين، استغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا رسول الله. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أيها الموحدون، يا أمة لا إله إلا الله، كما ذكرنا قوة هذه الأمة يكمن في كتاب الله سبحانه وتعالى، ونحن مقصرون تجاه كتاب الله سبحانه وتعالى. ما أن تنقضي الأوقات الفاضلة حتى نحضر هذا الكتاب. ولعلنا اليوم لابد لنا أن ننشئ جيلا قادرا على أن يكون من أهل لا إله إلا الله، وأن يكون من حملة كتاب لا إله إلا الله. ولعل الفرصة اليوم مواتية، فهذه العطلة الصيفية قادمة، وهناك مراكز لتحفيظ القرآن الكريم في صحون مساجد وزارة الأوقاف. هذه المراكز كثيرة، الطالب فيها هناك أيام هي يوم السبت والاثنين والأربعاء هي للذكور، ويوم الثلاثاء للأحد، والثلاثاء والخميس هي للإناث، من الساعة 10 حتى الساعة 12 ظهرا يلتقي فيها أبناؤنا فيتعلمون فيها كتاب الله سبحانه وتعالى فهما ودراسة وقراءة وحفظا، لعلنا نباهي يوم القيامة كما ورد في الحديث أنه يأتي القيام يوم القيامة ومن له ابنا أو أحد أبنائه حفظة لكتاب الله سبحانه وتعالى على رأس والديه حلة من نور يباهي بهما من وجد على أرض الموقف. في هذا اليوم العظيم أنتم تباهون بأبنائكم حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى، تباهون بهم من وقفوا على أرض الموقف. وأيضا أيها الأحبة، لا بد لي أن أذكر أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا بأن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، فذكر الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به والولد الصالح الذي يدعو له. فإن أحسنت تربية الولد كان هذا النشر في ميزان حسناته، وكان شاهدا لك لا شاهدا عليك، وحتما سيكون كل عمل يقوم به الولد الصالح سيكون في ميزان حسنات أمه وأبيه دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيء. فما بالك إن كان حافظا لكتاب الله سبحانه وتعالى عاملا بما جاء به هذا الكتاب. فهذه والله هي النعمة العظيمة التي ننتظرها نحن وإياكم من أبنائنا، حتى ننشئ جيلا صالحا قادرا على أن يوجه الأمة ويعيدها. وأيضا أذكركم إخواني بأن هناك زكاة المزار أيضا تحتاج إلى دعمكم ومساندتكم ومؤازرتكم، وهي تدخل في باب الصدقة الجارية. فلا تبخلوا على أنفسكم، بقول الله سبحانه وتعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. واعلموا أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى قد أمركم بأمر بدا به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بكم أيها المؤمنون، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وارفع بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم من أراد الإسلام بخير فوفقه لذلك، ومن أراد الإسلام وأهله بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك باليهود الغاصبين ومن والاهم. اللهم خلص الأقصى الشريف من تحت أيديهم واكتب لنا فيه صلاة قبل الموت. اللهم إنا نسألك يا عظيم في هذا اليوم العظيم أن لنا إخوة مستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجبر كسرهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم شاف مرضاهم، اللهم عاف مرضاهم، اللهم عاف مرضاهم، اللهم شاف مرضاهم وعاف مبتلاهم. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم ادم على بلدنا هذا الامن والامان والسلامه والاسلام. اللهم انا بنا من الجهد والبلاء ما لا نشكوه الا اليك. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصه وسائر بلاد المسلمين. ووفق اللهم ملك البلاد لخير العباد، وارزقه البطانه الصالحه الناصحه يا ارحم الراحمين، وسائر ولاة امر المسلمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل المكتوبة كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد وجدنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في ذلك لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.